أسلام بلاي كبرنا، كنا نقولوا عايش خويا باش نولي نقولوا عايش ولدي. إن شاء الله فيه خير. نداء للجماعة اللي هم كانوا ناشطين على الفيسبوك، هذا نتحدثوا نحن في الحوش ديال الليبي كتوانسة. يا ولاد بلادي، الثورة مازالت متواصلة، الثورة مازالت متواصلة، وكل واحد بطريقته الخاصة. هذا النداء للإخوة، ولو نحن 10 من الناس، رغم من 12 مليون، رغم 10 من الناس من 12 مليون بشر في تونس نتكلموا، لا مشينا المدارس ولا المعاهد ولا عمار ولا صالح، ولكن نتكلموا على بلادنا، لا حاجتنا بأحزاب ولا عمار ولا صالح، ولكن نختصروا. نسلم على الأخ الدكتور الهادي علي اللي هو مصطفى العيساوي، وعلى أي إنسان، خاصة يعز علي وما وصلتش باش نكلمه 5 سنين، الأخ توفيق الجبالي في كندا، راجل وسيد رجال، مثقف ومتربي. نسلم على الأخ قاسم العمدوني، على أي إنسان هز الميكروفون وتكلم لصالح تونس. في بالكم احنا راقدين؟ أنا كشخص مانيش راقد، أنا كشخص مانيش راقد. نخدموا في بلادنا من نهار 17/12/2010 لليوم. من ضمن اسم فيصل ورغي، منحبش راهو يعني باش نعمل بها اسم ولا شهرة ولا كذا، ولكن شوفوا انا العبد قدامكم اللي مبدل في فيديوهات صلاح الدين ابن ابراهيم ابو عرفة، انا اللي مبدل في الفيديو نتاع البنت هذيك اللي هي مريضة بالسرطان في فمها، ماذا بينا تحاولوا تعاونوه. انا العبد قدامكم اللي معايا حاليا اكثر من 1500 داعشي، ما نكلمهمش وما يكلمونيش، ولكن نبعث لهم فيما قال الله ورسوله، ونبعث لهم في الأخبار اللي هي تصلح من أدمغتهم، وهذه فلسفتي أنا الخاصة. نبعث لهم في أشغال الدكتور رياض الصيداوي، ونعرفوا بالتدقيق وقتاش ينزل، وقتاش ما ينزلش، وقتاش كذا وقتاش كذا. المهم، وهو أصيل تونسي من سيدي عمر بو حجلة، ولد بلادكم. اللي بخلاني ما نتكلمش هو عندنا في تونس شعب مخصي، ونزيد نقولها ونعودها، نحترم 5% منكم، والبقية وزات une population ديني. خاصة ما نحبش نتكلم أنا من جندوبة على شيرتنا، لأني ما لقيتش صداع 5 سنين، ما لقيتش شكون يتكلم من جندوبة، ما ثماش، مستحيل. عندكم هذاك الرحوي وعندكم التبيني، فيصل التبيني، حبوا يقتلوهم الاثنين على خاطر يحبوا يخلوا جنادبة خماسة عند السواحلية، يحبوا يخلوكم خماسة، يعطوكم الزطلة ويعطوكم الشراب والبيرة ويخلوكم تحت رجليهم وشوية فيكم. ماهيش مسك، أنا مانيش شوف je suis un grand de sable sur une plage, c'est pas mon problème. ولكن باش نعطيكم خلاصة أخرى. تتذكروا اللي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا نزلت الخبر اللي هو ثم واحد نعرفه من فيرجينيا، كان في الجيش الأمريكي، الكوماندوس اس جي، الكوماندوس تاع أمريكا، قابلته قال لي راهو ليز أمريكان عندهم خطة للدواعش يعطوا فيهم في نوع من السم اللي هو يضعف الدم، يخفف الدم، هو سم مختص للفيران، ياكلوه ويعطي الشاهي وكل شيء، يضعف الدم وفجأة يموت الإنسان. ثم
هذا الخبر يلزم هم يتعاملوا معاه ويتعالجوا معاه، على خاطر الماكله اللي ياكلوا فيها الدواعش كلها مسمومه. حاجه اخرى، الخدعه اللي يحب يخدعكم بها سي الغنوشي، هو يقول لك الدواعش، وانا ما نحبش نتكلم في موضوع واسم الغنوشي ما يذكرش عندي خلاص، الخريجي هذاك اللي نكزيست با بو موا حاليا. يعني جي افير مع واحد سوداني، قلت لك احنا نساب، يعني مو الخريجي هذاك الغنوجي ماخذ اخت الترابي، فهمت، من السودان. اوكي ماشي الحال. هذه خدعة، يقول لك الدواعش عملوا التوبة ويحبوا يرجعوا تونس، ولكن نقولها ويا توانسة، يقول المصري حطها حلقة في وذنك، نقولها وما نعاودهاش، نقولها وما نعاودهاش. إذا كان الدواعش رجعوا تونس باش ينقضوا عليكم كالوحوش الكاسرة من الداخل، لأنهم حبوا يدخلوا متسللين وحبوا يقتلوكم. اعمل حسابك 15,000 داعش يقسمهم على 24 ولاية، يعني تونس تولي الولاية الداعشية، والولاية اللي هم حاجتهم بها باش يضربوا الجزائر. فهمت الحديث ولا لا؟ توبة ولا عمار ولا سلع. الصباح اليوم في الصباح 5 تاع الصباح عندي الخبر اللي هو البغدادي اعدم 112 بشر اللي هم حاولوا ينقلبوا عليه. جيبوكم في الاخبار بالتدقيق. ماشي الحال. هذه للتوانسة وللدولة التونسية وللحكومة التونسية اللي توب يقعد في سوريا، إن هو باش يقعد، خاصة هاو بوتين، فهمت، باش يدخل سوريا حاليا. بوتين قرر باش يدخل بالجيش متاعه باش يحمي سوريا. هم يعني ما تبقى البيت النار، كان هربوا من الدواعش وهربوا من كذا باش يقتلوهم، وكان قعدوا باش يموتوا، هم موتوا موتة. دخلوا تونس خلت عليكم، يعني باش تطربق عليكم من فوق ومن لوط. فهمتوا الغنوشي وعلاش يقول لكم باب التوبة مفتوح؟ برا لهم انت اعمل بهم امارة في بحث الاماكن يا سي الخريجي، عقاب عمرك وما تهشمش وشايب وكرار رزق طايحك الثور وباقي تتبع. هذا مرض. تعرف شنو المرض؟ الناس اللي يعملوا، يا اخي فصل الدين على السياسة اخوي، اخوي فصل الدين، séparation comme on dit en français l'église de l'état. Mais vous êtes un peuple pourri, vous êtes un peuple déni. Mais là ne fait jamais un cheval de course. وش الحديث هذا؟ وش الحديث هذا؟ نهار 6/2/2000، نهار الوقت اللي قلت له وقت اللي قلت له بالعيد، وفهمت هو راك في الطيارة هرب لانجلترا الاربعة تاع العشية، يثبتوا في التواريخ، يشوف ايش كنت معاه في الطيارة، لكن ما تحشموش. لكن ماشيين الناس فقراء في سيدي عمر بو حاجتك كيما هابط اخبار تو وسرقه وخطفه تفشخ، شد واحد فشخه وقرضوه بالفاس، قرضوه بالعصي، تشدوه ما تسيبوه. اللي يقتلوه 20 بشر، كل واحد يقول قدام رئيس المحكمة، كل واحد يقول انا اللي قتلته، يخرجوا الناس كلها براءة. نحبوا نوريكم الاجرام، نحبوا نوريكم الاجرام، ولكن ما نحبش. انا نفرق لكم فيما قال الله ورسوله، انا نفرق لكم في الاصلاح لها عن طريق السيد الدكتور المحترم اللي حقها تحطوه في قروسكم يا توانسه وتبدلوا له الفيديوهات نتاعكم. ولكن ما راعني منكم حتى شيء، ما نشوف. قاعد تتبعوا في بن سوقير كيفاش الفيديو نتاع بن سوقير تبدلوه، فهمت، بال10,000 مرة، وفيديوهات الدكتور رياض السداوي ما نشوفوا منها حتى شيء. في بالكم انا راقد؟ انا شرفني الدكتور رياض السيداوي هذاك، حق كل واحد وني يشوفه تهبط دموعه، لانه عنده لانستيتيو دو موند عرب، عنده، هو دكتور، هذاك الدماغ نتاع تونس. وكي تحدث انسان طبيعي، انسان ولد بلاد، انسان متواضع. ولكن قالها صالح الخزري الله يرحمه مسوق الجامعة من شهرتنا عام 81، قال لي كلمة، يقول المليانة ما تلقش كذا هاز، فهمتني،
واحدة قل على ظهرك وهي معبية ما تلقش، والفارغة تلق. ماشي الحال. ثبتوا معنا، فرقوا الفيديوهات. ننصحكم مالجري راهو عندي انا دي كونت نعملهم كوم فيزيبل. وشنو علاش فيزيبل؟ ثم كونت نعملهم ونستعملهم وباش حتى كي يضربوني فيهم ما عندي حتى مشكلة. ولكن تعرفوا ايش عملوا لي؟ بعثوا لي ايش اسمه هذاك، يعني بعثوا لي برنامج في حساب من الحسابات، فهمتني، باش يعطلوني وباش يشوفوا ايش نبعث ايش ما نبعثش، سوفت وير، فهمتني ولا لا؟ كامل. هذا نحن الحمد لله، يعني انا كي نعمل لهم فهمت السعوديه والدواعش وغيرها كونت، يعني هذاك كي تضرب ما عندي حتى مشكله. ولكن نسوه اللي احنا ولاد بورقيبه، وانا عندي عقل يلزم نخدمه ويلزم فهمني يجيب النتيجه. اوكي. وقت ذكرنا التسميم سمموهم في الموصل، تسمموا 145 داعشي، يعني 45 منهم ماتوا و100 هزوهم المستشفيات. حاجه اخرى اللي انا ما نجمش نفهمها خلاص في العالم العربي، ثم الكانون دي سنايبر هذوك فهمت 50 و20 ملم كما استعملوهم اسمه الغول في فلسطين. يعني ما نعرفش كيفاش بلاد كاملة فهمتي محتلينها وما ثماش لا قناصة ولا انسان يدافع على نفسه، وناس ماكلها البحر وناس هاربة. يا اخي كما قلت لكم ميركل، فهمتي انجيلا ميركل قلت لكم فهمتي علاش ما تهربوش لبيت مكة، فهمتي اذا كنتم مسلمين وتحطوا فينا على الاسلام. وسامحوني تو نزيد شوية، انا عندي شكون باش يدق علي الباب لاني تاجر. يعني مكة أقرب لكم نظن من أوروبا. أوروبا هم ما دام قلت كفار، وما دام قلت ما ثماش أمان، وبلاد يشربوا في الخمر ويمشوا عراية والزنات وحورات، يبروا البيت مكة. هي قلت لكم يعني فضيحة. يعني أنتم تلفتوا يعني آلاف وملايين، خليهم يتوجهوا بالأمر الواقع، فهمتوا ولا لا؟ ما دامكم مسلمين وهذيك بيت المسلمين، تمشوا البيت مكة ويوكلوكم ويشربوكم، فهمتوا ولا لا؟ وقولوا نعمل إسلام. ماشي الحال. نقول لكم بالسلامة وفي الإعادة استفادة. هو خلاصة الكلام، ردوا بالكم، ما ثماش تسامح وما ثماش دواعش باش يرجعوا تونس. هذا إذا كان رجعوا يعني أعرفوها تونس فهمتي تولي دم، تولي أكثر من العراق، تفجيرات يوميا. هو في الزمانات ثم في وقت الحرب ما بين تونس وفرنسا ثم كلب في شيرتنا يمشي ياكل الجيفة، ياكل البني آدم في حدود الجزائر، وقت يرجع ملطخ بالدم. وهذه قصة واقعية فهمتني، حكيتها لي امي مازالت على قيد الحياه. وفهمت وكان باش ياكل واحده ولد صغير مازال في الدوح، نقولوا احنا طلعوا وحب ياكلوا، فهمتني. وقت هذا كلاب دم، هذا خوارج. والموضوع يا اخي نبعث لكم في فيديوهات بالبلاي ليست، ماذا بينا بدلوا شويه معنا، عاونونا شويه، عاونونا شويه. 5 سنين موا جي ريان افوتخ، فهمتني ولا لا؟ سيتادير هذه لغه جلال بريك، فهمتني. ولكن يا اخي ثبت انت في نفسك كيفاش عايش وين عايش وين تحب توصل، وين تحب توصل. تحدثنا على الغاز الصخري، تحدثنا على البترول، تحدثنا على كذا. حاليا فضايح. قال لك هذا تو القصرين، قال لك هذا امام جامع وخرج باش يصيد ولابس لباس عسكري، وقلت له لا سيب عليك من اللغه المضروبه، سيبوا عليك من اللغه المضروبه. هذا حديث يعني il faut pas prendre les autres pour des cons. ok. C'est l'imbécile qui a annoncé ça et qui a écrit ça. C'est vraiment c'est un apatride. Ok. Mais je le dis et je le répète. Moi, j'aime pas. Et heureusement que ça fait plus de 32 ans, 32 ans que je ne suis pas avec vous. Mais c'est un peuple déni. C'est un peuple qui ne vaut rien. Ok. اوكي. كل واحد كان يشارك على الاخر، يقول لك فلان من هانوفر وفلان من كذا وفلان من كذا. المهم نقول لكم بالسلامه وفي الاعاده استفاده.